صباح الفل يا شباب. النهارده غالبا هعمل فيديوهين مش واحد بس، لان في اخبار كتير قوي معايا، فهقسمهم على فيديوهين عشان ايه ما يعني تستوعبوا اللي بيحصل يعني. طيب خلينا الاول في ملف الصفقات، ده فيديو لوحده اللي هيكون ده، ومين اللي ماشي ومين اللي قاعد والاهلي بيفكر في ايه والكلام ده. وخلي بقى الفيديو بتاع التحضيرات بتاعت الاهلي وايه اللي حصل بالظبط عشان ماتش سموحه بتاع بكره، خلينا انزله لكم ايه يعني بعد ده بشويه. طيب اول حاجه معانا وهي بدائل ديانج. طيب ديانج بنسبه 99.9، اللاعب خلاص مضى لفالنسيا. مش فاكر كان اسمه ايه، اللي هو رئيس الجهاز الطبي بتاع نادي فالنسيا، جه مصر الاسبوع اللي فات ده فعلا، وعمل الكشف الطبي في احد المستشفيات الخاصه يعني لديانج، وكله تمام، اللاعب زي الفل. وخلاص يعني في الصيف اللي جاي حتى الصحف بتاعت فالنسيا كلها قالت ان خلاص الموضوع تم والكشف الطبي تم وكله تمام. والاهلي بالمناسبه ما عندوش اي مشكله، وهيفضل ومش هيجمد اللاعب، وهيفضل يعتمد عليه بشكل طبيعي لغايه نهايه الموسم. وده مش بمزاجك لان انت ما عندكش بدايل. طيب مين بقى ان الاهلي؟ الناس طبعا اتكلمت الفتره اللي فاتت على اللعيبه بتاعت نهضه بركان، وعلى اللاعب بتاع نهضه بركان ولاعيبه الترجي والكلام ده كله. طيب الاهلي شاف بدايل تانية في الدوري المصري. طيب مين هم البدايل اللي في الدوري المصري؟ اول حاجه معانا وهو ماتا مجاسة، لاعب نادي زد، ده لعيب ارتكاز بيلعب برضو ايه، بس طبعا زي ما انت شايف الكتله العضليه والبنيه الجسمانيه بتاعته يعني لا تمت بصله تماما لاليو ديانج خالص الحقيقه، ولكن هو بيتقال عليه لعيب كويس. وطبعا احنا كلنا شايفين زد السنه دي عامل موسم جبار يعني. فهل هو يعني مش عارف، بس ده واحد من الحلول اللي موجوده حاليا، الاهلي بيناقش ان هو يتعاقد معاها يعني. ومين اللاعب الثاني؟ هو موري توريه، لاعب غزل المحله. الاثنين لعيبه دول من الدوري المصري، النادي الاهلي بيرصد التعاقد مع واحد فيهم في حال فشل التعاقد مع لعيب الترجي الوحيد اللي فاضل. الترجي الوحيد اللي فاضل لك، لان الثاني مشي راح الدوري الليبي، والثاني وبتاع نهضه بركان برضه مشي راح الدوري الليبي. طيب عايز رايي؟ انا لا عايز اتعاقد مع ده ولا مع ده، ولا من بره الدوري ولا من جوه الدوري ولا اي حاجه. ليه بقى؟ انت دلوقتي عندك 3 لعيبه كلهم متالقين فشخ بره بره اسمه ايه، بره الاهلي خالص، وانت مطلعهم اعارات وهيرجعوا لك مع نهايه الموسم. مين؟ كباكا اللي مع زد، الراجل متالق اللي شبه مروان عثمان ده اللي بشعر، ده لاعب لسه صغير في السن، لعيب طلع من عندك تألق وانت كنت هترجعه في الشتاء، ولكن اللاعب قال لك انا هرجع اعمل ايه؟ انا ماليش دور واضح وهفضل اقعد دكه، في المقابل انا بلعب اساسي هناك في زد عامل موسم محترم جدا. فاللاعب رفض وقال لك ايه؟ نهايه الموسم لما يكون ليا دور واضح ارجع. مين تاني؟ احمد اسمه ايه؟ احمد رضا، اللعيب اللي بيلعب دلوقتي في البنك الاهلي، لعيب ارتكاز رقم 6، كان بيلعب عندك وانت مشيته طلعته البنك الاهلي لان اللاعب الاصابات كانت عنده كتير، ويعني كان حظه ما كانش افضل حاجه في الاهلي يعني. طب مين تاني؟ عندك عمر الساعي، الراجل مع مسجل 6 اهداف تقريبا مع المصري، من ضمن هدافي الدوري. فانت عندك 3 لعيبه متالقين بره، ليه تدفع ثمن اجنبي في مركز زي ده؟ وانت اصلا عندك كمان محمد علي بن رمضان وقفشه، احتمال كبير خلاص يعني. قفشه ده انا من رايي يتباع للاتحاد السكندري، خلاص كفايه عليه كده، هو متالق معاهم والكيمياء ماشيه مع بعض، فالافضل ان ايه يتباع للاتحاد السكندري. فانت كده الموسم الجاي لو ما اشتريتش نص ملعب خالص، هيبقى عندك كباكا، عمر الساعي، احمد رضا، مروان عطيه، محمد علي بن رمضان، امام عاشور، عندك 6 لعيبه نص ملعب. فليه تشتري؟ ما تستثمر في اللي معاك افضل. ده وجهه نظري الصراحه، وشايف ان ده الافضل، وتديلهم بقى تبدا بقى تديلهم فرص حقيقيه، مش العك اللي كانوا بياخدوه قبل كده، وعلى ما اعتقد هيكون ده افضل واحسن بكتير يعني. طيب ده بالنسبه لموضوع اليو ديانج. طيب ايه الموضوع التاني اللي معانا؟ وهو موضوع محمد علي بن رمضان. طبعا اغلبيه الناس الفتره اللي فاتت، او بالظبط من ساعه ما مستوى اللاعب بدا يقع في الكام ماتش اللي فاتوا، من ساعه ما امام عاشور اتوقف، قال لك في عرض سعودي الفتره اللي فاتت دي على طول، الكام يوم اللي فاتوا اللي هم ما بين ماتش الجونه وماتش سموحه، ده اليومين اللي فاتوا دول، امبارح باين او اول امبارح حاجه كده، قال لك في عرض سعودي ضخم جدا اتقدم للاهلي من اجل شراء محمد علي بن رمضان. طيب طبعا مصدر جوه النادي الاهلي وقال الموضوع ده غير صحيح تماما،
مفيش اي عرض اتقدم لا رسمي ولا غير رسمي من الدوري السعودي. واصلا لو تقدم اي عرض الخطيب رافض تماما فكره بيع اللاعب او التفريط فيه، وهو واثق في قدرات اللاعب جدا، وكلنا شفنا قدرات اللاعب ممكن تودي لفين، في زي اللي عمله الراجل اللي قدمه قدام بورتو في كاس العالم للانديه. فقال لك لا، اللاعب ده مش هيمشي تماما، وعندنا ثقه كامله في قدراته وان هو هيجيب مستوى وهيكسر الدنيا، ولكن هو دلوقتي مشكلته انه ما بيلعبش كتير او ما بيلعبش اساسي، فده اللي مخلي مستواه نازل. مع الوقت لما يبدا ياخد وقت اساسي في الملعب بدل ديانج، هيبدا اللاعب ده يستعيد مستواه ويكسر الدنيا. طيب هل عايز رايي انا بقى في الموضوع ده؟ انا من رايي ان اصلا محمد علي بن رمضان من اللعيبه ان انت لو فكرت تقول انا عايز عرض للاعب ده 1000 عرض هيجي لك. ففكره ان مفيش عرض تقدم دي خالص انا مش شاريها. واكيد اتقدم عروض للاعب الفتره اللي فاتت لما اتكلمت قطر عليه اللي هو ما بيلعبش كويس ومش عاجبه ومش طايق اللعب في الاهلي والغربه ومش الغربه يمشي والكلام ده. لما طلع الكلام ده على ما اعتقد عشان كده العروض بدات تجي له تاني. طيب هل انا مع رحيله؟ مستحيل ابقى مع رحيله تماما. ده اللاعب، بص انا اقول لك حاجه، هو وامام عاشور وبقيه الفرقه لو عايز تمشيها مشيها. شوف بقى لدرجه ايه الاثنين لعيبه لا، ومصطفى شوبير، وحاليا دلوقتي بقى يوسف بالعمري. بالنسبه لي الاربع لعيبه دول ركائز اساسيه في الاهلي، ودول المفروض تبدا بيهم كل ماتش. ما دون ذلك انت ممكن تمشي كله، انا بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله خالص. والصراحه شويه بن شرقي عشان انا بحب بن شرقي، هو لعيب محترم جدا، وفي الملعب هو جامد قوي جامد قوي، الكره بتيجي في رجله انت بتتمتع. فالخمس لعيبه دول بالنسبه لي ما يتنسوش. ما دون ذلك بيع ولا فرق معايا. هتقولي طب تريزيجيه، اقول لك بيع كله، عايز تبيع كله بيع كله. اما الخمس لعيبه دول بالنسبه لي دول ما يتمسوش. شوبير، بن رمضان، امام عاشور، بن شرقي، ويوسف بالعمري. فانت عندك اهو 3 محترفين كويسين جدا. فما تقعدش بقى تسمع لفكره اللي ايه ان ده لعيبه كسر وانت بتجيب محترفين كسر. انت ما بتجيبش محترفين كسر ولا حاجه. انت بس الفكره كلها انك عندك ازمات في اداره التعاقدات عامه. لعيبه ما بتستحقش المرتب ده بتديه لها، لعيبه ما تستحقش السعر اللي انت تدفعه فيها بتدفعه لها. بس في الاجمالي انت صفقاتك المحترفه كويسه جدا. يعني ممكن تتكلم على مين كمحترفين؟ هو كمويش بس. وكمويش على فكره قبل ما يجي كان كويس، يعني بعيدا عن السف اللي هو بيتسفه ده كله، هو قبل ما يجي الاهلي هو كان لعيب كويس جدا، وكان تقريبا هداف الفريق بتاعه، وكان من هدافي الدوري مش عارف نرويجي ولا مجري. فهو كان لعيب كويس اصلا قبل ما يجي لك. وفي الدوري اللي قبل ده هو دايما كان كويس. هو انت عندك فيه مشكله عامه عشان ضغط الجماهير بقى والكلام ده. بس في الاجمالي يعني انت كل محترفينك كويسين، ما عندكش اي مشاكل. طبعا صفقه اشرف داري دي كارثه، لان انت السبب فيها. انت اللي رحت دفعت فلوس في العيب عشان تعوض ان انت ما عرفتش تجيب زين الدين بالعيد، وعشان تعوض ان انت راح مشيت محمد عبد المنعم. فحطيت فلوس في اي حاجه وخلاص، لا عملت كشف طب كويس ولا اي حاجه. فعندك مشكله معاه دلوقتي اهو. لكن الاجمالي كويس. انت عندك ديانج كويس جدا، بن رمضان كويس جدا، بن شرقي كويس جدا، يوسف بالعمري كويس جدا. فانت عندك 4 محترفين كويسين جدا. وعلى فكره رضا سليم كان كويس قبل ما يجي لك برضه. فانت برضه جراديشار على فكره برضه مهاجم كويس مش وحش. بس فهي يعني اوفرول الموضوع كويس. وانا ضد طبعا رحيل محمد علي بن رمضان زي ما قلت لكم. طيب الخبر اللي بعده والاخير في حلقه النهارده يعني علي ماهر. طيب يستروب كلنا عارفين انه مدرب ابيض، وعلي ماهر يعني علي ماهر احسن من يستروب يفصل 20 واحد من يستروب ده. فاداره الاهلي من كتر الضغط اللي عليها فكره تعاقدوا مع علي ماهر. ليه مش عايزين تجيبوا علي ماهر؟ ليه علي ماهر ايه اللي ناقصه عشان مصري والكلام ده كله. فكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا قال يا جماعه عشان الكلام اللي كتر ده كله، رحيل يستروب دلوقتي مش هيحصل. حتى ايا كان نتائجه انا مش فارقه معايا، المهم اخر الموسم حتى لو هم كلهم خسروا وهو اللي اتعادل مثلا، فبالتالي احنا كسبنا. اهم حاجه عند كابتن الخطيب دلوقتي استقرار الفرقه. فقال لك يستروب مش هيمشي دلوقتي خالص. هو دلوقتي موجود في المنافسه على بطولتين مهمين جدا، اهم بطولتين للاهلي اصلا، الدوري ودوري ابطال افريقيا. فقال لك دلوقتي لو هو مشي
كويس في البطولتين وخدهم اخر الموسم، خلاص كمكافأة ليه ممكن يقعد، وممكن نناقش رحيله، ممكن. بس الاكيد انه لو خد البطولتين هيقعد، وهتتم تلبية مطالبه بتاعت الصفقات في الصيف وكله تمام. ما اخدهمش او وقع واحدة وخد التانية، خلاص كده في الصيف مع السلامة كده هيمشي. وعلي ماهر بقى نيجي بقى يعني ويبداوا بقى ساعتها يتكلموا مع علي ماهر على فكره انه يدرب الاهلي او ما يدربش الاهلي. فكره بقى علي ماهر المشكله فين؟ علي ماهر لما الناس اتكلمت معاه من اداره الاهلي، طيب ايه الكلام مش عارف ايه، قال لهم انا ما عنديش اي مشكله، وانا اصلا كنت بلعب في الاهلي قبل كده، وانا اهلاوي صميم جدا، ولكن انا عندي مشكله، انا لو جيت ادرب الاهلي انا عايز الاهلي يحترمني كمدرب كبير. يعني ايه يا عم؟ يعني انا مش هاجي كمدرب مؤقت على زي عماد النحاس كده على مساعدتكم تشوفوا مدرب اجنبي تجيبوه. انا هاخد فترتي زي اي مدرب اجنبي بتجيبوه، هيتمضى لي عقد سنتين، وبعد كده يعني هتدوني العقد سنتين، نبدا بقى نتكلم في مرتب ومش مرتب والكلام ده مش هنختلف. لكن انا مشكلتي كلها ان انا عايز مرتب، عايز عقد بتاعي سنتين، والاداره تدعمني فيهم زي ما هي بتدعم كل المدربين الاجانب اللي بتجيبهم. طيب بالنسبه لي كلام يحترم جدا ولا عليه غبار، وما عنديش اي مشكله في اللي قاله، بالعكس ده انا معاه جدا، لان هو مدرب جامد جدا يا جدعان، المدرب الوحيد اللي في الدوري المصري بعد منه يجي كابتن ايمن الرمادي، اللي عندهم فكر كوره. على فكره وفي مش فاكر مدرب الجونه اسمه ايه، جامد جدا برضه، لا وادي دجله جامد جدا برضه، الراجل بينافس دلوقتي، بينافس على المقاعد على المربع الذهبي. مين تاني مدرب كويس كمصري؟ في مدرب تقريبا محمد شوقي مع زد. محمد شوقي الراجل قال لك، يعني انا قلت لكم الاول الفرق بين ان محمد شوقي كان جامد، ان عماد النحاس كان كويس قوي في الفتره اللي مسك فيها قبل ريبيرو، والفتره اللي مسك فيها بعد كولر. يعني الكلام في فتره عماد النحاس مسك فيها بعد كولر، وفي فتره عماد النحاس مسك فيها بعد ريبيرو. على ما انت جبت مين؟ جبت اسمه ايه ده؟ يستروب. ليه عماد النحاس كان جامد قوي في الفتره اللي هي قبل بعد كولر، اللي اخد فيها الدوري، كم ماتش اللي خد فيهم الدوري، وليه مستواه نزل قوي تدريبيا كده بعد ما مشيت ريبيرو هو اللي مسك مكانه؟ عشان محمد شوقي، وده اللي انا قلته قبل كده، محمد شوقي ما بقاش معاه في الجهاز الفني اللي كان ماسك فيه بعد ما كولر مشي. لو تفتكروا الجهاز الفني اللي كان متكون من محمد يوسف مدير كرة، محمد شوقي كمدرب مساعد، وعماد النحاس هو المدرب الاساسي الهيد كوتش بعد رحيل كولر. الثلاثه دول مع بعض كانوا عاملين جاهزيه فنيه كامله للعيبه، وكانوا تحفه يعني. الفتره الثانيه بقى اللي بعد ريفيرو اللي مسكها عماد النحاس كان لوحده، ما كانش معاه محمد شوقي، فبان بقى ان عماد النحاس هو مدرب عامل شبه بالظبط كده حسام حسن، مدرب جرينتا، بس ما عندوش لسه فنيات، لسه محتاج يشتغل على النقطه دي كويس جدا، عكس محمد شوقي اللي كان ماسك ناشئين وكان ماسك في الاهلي، فهو كرويا كويس جامد، كتدريبيا جامد، وطبعا زي ما انتم شايفين اهو مع زد. بس كده دي كانت حلقه النهارده كحلقه موضوع الصفقات يعني والكلام ده كله، وانا مع التعاقد مع علي ماهر طبعا طبعا طبعا، ولا زلت عند رايي. يا ريت لو يعني طبعا اكيد سيراميكا مش هتسيبه دلوقتي، بس لو كان بايدي قرار ان انا امشي يستروب دلوقتي واجيب علي ماهر كنت عملت كده، بس يعني من دلوقتي لنهايه الموسم مش هتفرق كتير. بس دي كانت حلقه النهارده، اتمنى كل حاجه عجبتكم، ما تنسوش لايك الفيديو واشتركوا في القناه، واستنوا الحلقه اللي جايه دي بقى هنتكلم فيها على اللي هيحصل، عن القرارات والحاجات اللي اتخذت لماتش بكره يعني بتاع سموحه. سلام.